اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس ووتشر. عرفنا ان دي سي ناويه تعمل مسلسل انيميشن قريب لشخصيه مستر ميراكل. لذا النهارده هنستغل الفرصه ونتكلم على مستر ميراكل في الكوميكس، ناخد فكره عنه وعن قدراته. مستر ميراكل هو شخصيه تبع دي سي كوميكس. اول ظهور ليه في الكوميكس كان في شهر ابريل سنه 1971. الكلام ده كان في العدد رقم 1 من ست الكوميكس مستر ميراكل على ايد الكاتب والفنان العظيم جاك كيربي. مستر ميراكل هي عباءة سوبر هيرو حملها 3 أشخاص. النهاردة هنتكلم على تاني واحد يحمل الهوية دي وهو سكوت فري، عشان هو ده بطل المسلسل. سكوت يبقى نيو جاد من نيو جينيسيس، أبوه يبقى هاي فازر إيزايا. نيو جينيسيس كانت في حالة حرب مع أبوكاليبس دارك سايد وإيزايا. عشان يوقفوا الحرب بيتفقوا إن كل واحد فيهم يبعت ابنه عند التاني. أورايون بيروح نيو جينيسيس، وبنشوف إن سكوت بيروح أبوكاليبس، بيعيش تحت إشراف جراني جودنز اللي كانت بتشرف على تدريب قوات دارك سايد، وأخدت بالها وأعجبت بقدرته على الهروب من الفخاخ. سكوت بيحافظ على طبيعته ونقائه وسط كل الظروف اللي هو بيمر بيها. بعد كده بيحب بيج باردا، ودي قائدة فريق من المحاربات اسمهم ذا فيميل فيوريز. هي بتحبه وبعد كده في المستقبل هيتجوزوا. هو بيهرب بيروح كوكب الأرض، بيقابل مستر ميراكل الأولاني اللي هو ساديوس براون. براون بيعجب جدا بسكوت وبالادوات بتاعته، بيقرر يخليه التلميذ بتاعه، بس للاسف بيتقتل بعد كده. سكوت عشان يكرم الارث بتاعه بيقرر يشيل هوية مستر ميراكل. بعد كده برضه بتجيله، هما الاتنين بيقرروا يتحدوا مع بعض ويتصدوا لدارك سايد. سكوت بعد كده بيحصل على الانتي لايف ايكويجن اللي دارك سايد كان هيموت ويحصل عليها، وارادته كانت قوية جدا وعرف يقاوم اغراء استخدامها. بنشوف بعد كده ان هو بيتعين قائد لنيو جينيسيس بعد وفاة هاي فازر، بس هو بيرفض ان هو يخضع لقيود القيادة، وبمساعدة الساحر شازام بينقل منصبه وقدراته لتاكيون. بعد كده هو وأورايون وبرضه بيبقوا أعضاء في جاستس ليج. بعد كده بيعتزل. بنشوف ان اللي بياخد دلوقتي هوية مستر ميراكل بيكون شيلو نورمان. بعد كده برضه بتتقتل وبيبقى غير متزن نفسيا، بيلبس لبس غامق، بيقرر يحقق في وفاتها مع سوبرمان، بيشك في أورايون. بعد كده بيلاقي الجثث بتاعت فريق فوريفر بيبول، وبنشوف ان هو قرر ان يستخدم عليهم الانتي لايف ايكويجن عشان يحدد القتل بتاعهم، بس جثتهم بتنهار ومش بيعرف حاجه. بعد كده بيقابل اورايون، بيقرر يستخدم عليه الانتي لايف عشان يقتله. اورايون بيقول له انا ما عملتش حاجه. بعد كده سكوت وسوبرمان بيسافروا للسورس وول، بيلاقوا جثث جديده من النيو جادز، وفي الاخر بيقابل القاتل الحقيقي اللي هو انفينيتي مان. كان عايز يستخدم عليه الانتي لايف ايكويجن عشان يدمره، بس انفينيتي مان بيقول له اللي هو عميل للسورس اللي هو جانب من البريسنس ذات نفسه، وان كل ده مخطط معمول للاتحاد مع الانتي لايف وانشاء الفيفث وورلد. سكوت بينهار، بيشوف ان هو كسر كل مبادئه انتقاما لمراته اللي هي اتقتلت على ايد الاله اللي هو بيعبده. بيسمح للسورس ان هو يدمره، بس هو بعد كده بيرجع تاني على قيد الحياة هو وباقي النيو جادز في الفيفث وورلد. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراته. هي ايه قدراته؟ هو نيو جاد، لذا هو خالد وعنده قوة بدنية كبيرة جدا وقدرة عالية على التحمل ورشيق للغاية. بالإضافة لده هو لما يوصل أقصى إمكانياته بيعرف يستخدم طاقة كونية اسمها ألفا إنرجي أو ألفا إفكت، ودي طاقة مضادة للأوميجا إنرجي. الموضوع ده بيخليه يعرف يسافر عبر الزمان والمكان ويعالج الكائنات الحية ويرجعهم كمان من الموت، ويعزز قدراته الجسدية، التحكم والتلاعب بالطاقة، ويعرف يستنزف ويتلاعب بطاقة الآلهة الآخرين. وهو أستاذ هروب من الفخاخ، اتقال إن هو أحسن واحد بيعرف يهرب من الفخاخ في العالم، أكتر حتى من باتمان، وأستاذ فنون قتالية. معاه ماذر بوكس اللي هو كل العلم والمعرفة، وبيعمل له بوم توبس بتخليه يروح أي حتة. ومعاه ايرو ديسك بالإضافة لتكنولوجيا ومعدات تانية كتير. وهو زي باقي النيو جادز هو ضعيف قصاد الراديون. بالنسبة لظروف الأعمال الفنية فهو ظهر في فيلم الأنيميشن جاستس ليج جادز اند مونسترز، وظهر في 3 مسلسلات أنيميشن: باتمان ذا بريف اند ذا بولد، جاستس ليج اكشن، وهارلي كوين. وظهر في 3 العاب فيديو جيمز. وزي ما عرفنا مؤخرا هو ان شاء الله هيتعمل له مسلسل انيميشن. مش معروف اي حاجه لغايه دلوقتي عن العمل الفني ده، غير ان هو معتمد على سلسله كوميكس اتنشرت ما بين سنه 2017 ل 2019، كانت 12 عدد، كسبت جوائز كتير جدا. بس كده دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها عن مستر ميراكل في الكوميكس. انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس انت كنت تعرف الشخصيه دي قبل كده ولا لا؟ ايه رايك فيه؟ متحمس المسلسل؟ ايه توقعاتك ليه؟ احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.